كاملين ملي كنا صغار كان عندنا واحد الشخص اللي كيعاود لينا القصص قبل ما الناس، والاغلبيه كتكون مرعبه ولا فيها شي شخصيات اللي ديجا كنكونوا كنخافوا منهم، بحال عمي الغول وبوخنشا اللي كياكل الدراري الصغار وعيشه قنديجه. وهادشي كامل باش غير نغمضوا عينينا والناس. كان عندي نفس الشخص اللي هو الوالد ديالي وحافظ ارعب القصص اللي تقدر تسمعوا، وبحكم جدي كان راقي فعاش بزاف ديال القصص مع الجن وهما اللي كيعاود لي قبل ما الناس. ما كنتش كنحس بالخوف بزاف لحقاش كان كيجلس معايا حتى كالناس، حتى جا واحد النهار اللي الوالد فيه ما كانش على طبيعته، كيتلوى بحال شي واحد مجنون، وبمجرد اني نغمض عيني ونحلهم كيرجع كيف ما كان. تعاودات هاد اللقطه اكثر من 3 ديال المرات، وبقوه الخوف ما قديتش حتى نهضر معاه، وبمجرد ما تحرك من قدامي قررت نكمل نعاسي قدام الوالده. وكان هذا هو اكفس قرار خديته داك الساعات. بمجرد ما حطيت رجلي خارج الباب كنلقى الوالد واقف قبالتي بحال اللي كان عارفني غادي نخرج. بديت كنعيط له، انا شتو جاي كيجري لجهتي وانا نرجع للفراش ديالي وبديت كنغوت: مالك بابا، مالك كدير بحال هكا؟ كنظن ماشي الوالد ديالي هذا. بديت كنحس بشي واحد كيقرب مني، ومع اخر نفس غادي نطلع تشعل الضوء، وكانت الوالده هذه. سمعتني كنغوت بالاسم ديال الاب ديالي، داكشي علاش جات تواسي من بعد ما كنت انا هو السبب باش يموت. تتم في يوتيوب.